ازيكم عاملين ايه؟ هقول لكم جملة اتقالت لي من بنوتة عندها مشكلة في جوازها وعلاقتها بجوزها يعني مش احسن حاجة وممكن لا تستمر. فبتقول لي انا بوعي بناتي وبعقلهم وبنقل لهم تجربتي، واحنا بقى في اجواء السنة الجديدة ومسألة التعلم والتغيير والتجارب واللي حصل واللي عايزينه يحصل. لازم نفهم بقى الخطر في الجملة اللي قالتها هذه الزوجة وهذه الماما. كلمة تجربة يا جماعة تساوي مشكلة اتحلت. يعني تجربتي في الخسسان فأنا خسيت فعلا 30-40 كيلو. تجربتي في المذاكرة فأنا عديت بعد ما كان مش عارفة بيحصل وبيحصل فخدت الشهادة. لكن التجربة اللي ما وصلتلهاش لحل وما عنديش حاجة عملتها عشان أحلها ما نقلهاش. تجربتي في الطبيخ إن أنا قعدت أطبخ وأحرق وأبوظ وأرمي، أطبخ وأحرق وأبوظ وأرمي. إيه التجربة اللي هتنقليها لبنتك في حاجة زي كده؟ هتعملي عقدة، هتتعقد من الطبيخ، هتتعقد من الرجالة والجواز، هتشوف إن أنتي غلطانة، إنك أسأتي الاختيار وإنك جبتيهم أساسا وانك كملتي بعد ما شفتي المشكله وجايه النهارده تغنيها وتقولي لنا ده انا حصل لي وحصل لي، خدوا بالكم يا ولاد. دي عقده مش تجربه يا جماعه. اوعى تسمع لحد بيقول لك تجربتي وهو بيعيط، لانه تجربته دي مش تجربه، ده مشكله هو علقان فيها. هو ما عملش سعي من اي نوع عشان يخرج منها، لا هو عالق فيها وبيفكر فيها كتير وبوظت له حياته ووقفت له اي احساس بالتطور او السعاده والايجابيه. فبيقول لك الحق خد بالك اوعى تبقى زيي. طيب ايه بقى التجربه في كده؟ وايه اهميه ان اقولها واحنا بنكلم ولادنا او بنكلم صحابنا او بنتكلم في اي حته؟ رجاء، كلمه تجربه تساوي شيء حصل، شيء وصلنا بيه لحل، مش حاجه ما فيهاش حل. تمام؟ يبقى ده اللي يفرق كلمة تجربة من عقدة. طيب أنا هنا التجربة تفترق عن العلم؟ طبعا التجربة ليست علم. يعني ما تجيش النهاردة هذه السيدة تنجح مع جوزها بطريقة معينة وتعيد الحياة إلى علاقتهم فتيجي تقول لكل زوجة اعملي 1 2 3. لا، العلم هو تجارب محكومة مقارنة في بحث علمي، كررت هذه النتائج لأكثر من عدد معين من السنين والأبحاث عشان أقول إن ده علم. فإن أنا النهاردة أتكلم عن تجربتي حقي، هتكلم عن تجربتي مع أولادي حقي، ولكن تبقى نجحت فيها، رجعتي الحياة لعلاقتك، أو إنك أنتي وقفتي هذه العلاقة ووقفتي على رجلك وعلاقتكم محترمة جدا والأولاد ما حصل لهمش أي مشاكل والدنيا مشيت زي الفل، بقول لهم والله تجربتي 1 2 3 4 ووصلنا للنتيجة اللي انتوا شايفينها دلوقتي. لكن إن أنا هقول التجربة وعيط وأقول لهم إياك وحذاري ولو سمحت وممنوع ولا يمكن ومش هقبل، يبقى أنا بعقده. ده مهم جدا 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 الفرق ده، فرق التجربة من العقدة، فرق التجربة من المشكلة، علشان نيجي نكحلها زي ما بيقولوا نعنيها. نتخيل ان احنا بننصح ولادنا نعقدهم. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.